ومحمد عبد الرحمن هو صاحب التوقيع في شباك مريخ التبلدي، شباك مريخ الأبيض. إذن الدقيقة 12 الهلال يتقدم على مريخ الأبيض بهدف لمحمد عبد الرحمن من ركلة جزاء. فضل الإطار الطبي راحته بعد أن تعرض لإصابة عضلية. ياسر مزمل، سلامة كابتن ياسر، شهير بياسر مويس ابن مدينة شندي. تتلعب المخالفة داخل منطقة الجزاء في المرمى، جول ثاني أهداف المباراة لصالح الهلال بواسطة البورندي. جان كلود مقرقيشة سدد كرة خادعة مرت تحت أقدام مدافعي مريخ الأبيض ومهاجمي الهلال، خدعت حارس المرمى وباغتته وولدت الشباك. ثاني أهداف المباراة لصالح الهلال. عبد الرؤوف يلعب العكسية داخل منطقة الجزاء، راسية في المرمى، جول ثالث أهداف المباراة بواسطة محمد عبد الرحمن اللي خطف كرة راسية من أمام حارس المرمى لحظة خروجه، وضع الكرة في الشباك. هدف هلالي ثالث. محمد عبد الرحمن إذن يبصم للمرة الثانية في شباك مريخ الأبيض ويعلن عن مولد الهدف الهلالي الثالث. راسية من أحمد آدم، محاولة تمرير من الحلو خطيرة ناحية الصادق الحرية، لكن يخلص أحمد سعيد إيرينج لمحمد عبد الرحمن لجان كلود، وفرصة انفراد بحارس المرمى خطيرة وفي المرمى ويخلص غلبة الدفاع في المرمى، جول هلالي رابع عن طريق المحترف البولندي جان كلود مقرقيشة يحرز الهدف الرابع للهلال بعد لعبة ذكية كانت من محمد عبد الرحمن على ذهب، اتمررت لجان كلود اللي انطلق نحو المرمى بكل ثبات، حاول قلب الدفاع رزق الله آدم، عرقلت جان كلود وإبعاد الكرة، ولكن جان كلود أصر وضغط على المدافع رزق الله. حاول التمرير للأمام إيرينج، تعود فارس صلاح عادل لفارس مرة أخرى، استحواذ هلالي ومحاولة الضغط وانطلاقة للبورندي جان كلود، محاولة دخول منطقة الجزاء والعكسية خطيرة. محمد عبد الرحمن في المرمى يخلص الحارس في اللحظة الأخيرة، وهدف الهدف الخامس لصالح الهلال.